لو عندي انزلاق غضروفي هنا، الانزلاق الغضروفي ده بيطلع كده ما بين الفقرتين ويضغط على العصب ويسمع في رجلي. انا هقول لك ازاي تنام في وضعيه تفك بيها الضغط على العصب ده. لو انا حاسس بتنميل في رجلي هنا او في اول المؤخره لحد رجلي تحت، الهدف منه ايه؟ الهدف ان انا عايز افك الضغط من على العصب ده. فهنام على جنبي هنا وهيبقى في مخده هنا زقاني كده لفوق، وارمي رجلي لبره كده وابعد الحته دي بحيث ان انا افتح المسافه اللي ما بين الفقرات كده اهو، اميلها وافك الضغط على العصب الاصفر ده. ودلوقتي هوريك ازاي. اول حاجه هتجيب حاجه ناشفه جنبك، مخدات، فوط، او عشان تزق وسطك كويس. وبعدين رجلي الشمال هي النمله، هنام على رجلي اليمين. انا مع رجلي اليمين كده اهو على الجنب اليمين. وبعدين هاتني ركبتي دي وارمي دي لبره كده اهي وانا نايم كده، ودي فتحه اظبطها بالظبط، ودي فتحه كده المسافه اللي هنا، وفتحه جذور الاعصاب من هنا. وانا نايم في الوضع ده والف صدري كده لجوه شويه، ممكن امسك التليفون اقلب فيه شويه، اقعد هنا في الوضع ده 10 دقايق ربع ساعه، افضل افك في الحته دي، وبعديها اكررها مره الصبح مره بالليل. هذا والله اعلم.